انا بعاني معاناه مش طبيعيه مع الستات اللي بيساعدوني في تنظيف البيت. لو احكي لكم بجد هصعب عليكم. خلونا نبدا من ورا لقدام. اخر واحده جت لي البيت دي بقى كانت متعبه جدا بالنسبه لي. ليه بقى؟ انا قلت لها هتجيلي 3 مرات في الاسبوع، يعني 12 مره في الشهر. بعد ما ال 12 مره يخلصوا هتاخدي مرتبك. هي بقى اتاريها مش متعوده على موضوع الشهر ده، هي متعوده انها بتروح تشيل شقه بالكامل وبتاخد مثلا 400 500 جنيه وتمشي. بتشيل الشقه بالكامل يعني مره كل اسبوعين، مش متعوده على موضوع الشهر ده. فكل مره تقعد تقول لي انا عايزه فلوس، انا عايزه 400 500 جنيه المره دي، اخصميها من الشهر الجاي. كل مره بالشكل ده عايزه فلوس وهي ماشيه. اقول لها يا بنتي المفروض تاخدي فلوسك اخر الشهر. لا انا عايزه فلوس دلوقتي. فبفضل اديها جزء 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 لحد ما تيجي المره السابعه او الثامنه بتبقى خلصت خالص مرتبها وملهاش حاجه عندي خلاص. فتقول لي خصمي لي بقى من الشهر الجديد. غير بقى اسطوانه امي في المستشفى وعليا ديون متاخره والكلام ده. فبلاقي نفسي اخر الشهر انا اللي ليا عندها فلوس ومديونه لها وحوارات بقى كتيره. فزهقت منها ومشيتها. نيجي بقى للي قبلها. دي كانت عينها على كل حاجه في البيت عندي، اللي هو مثلا لقيت شنطتين زياده من شنط المدرسه بتوع الولاد تقول لي ممكن اخد شنطه للولاد عندي. لقيتني بغير الغساله ممكن اخد الغساله القديمه. بغير التلاجة ينفع اخد التلاجة القديمه. يا بنتي في ايه؟ ساندوتش جامد. اللي قبل منها بقى دي كانت اكتر واحده بيرفكت، ودي كانت ملتزمه وبتيجي الايام بتاعتها مظبوطه وما بتكلمنيش في فلوس خالص غير فلوسها اللي بتاخدها اخر الشهر. وكانت امينه جدا وشاطره قوي، لحد ما في يوم شفتها جايالي ولابسه طرحتي. هي ناسيه هي سارقه ايه من مين، متخيلين؟ كانت الصدمه بالنسبه لي، اللي هو انت اكتر واحده وثقت فيها واكتر واحده كانت بيرفكت وحبيتها وملتزمه بمواعيدها وكويسه، ليه تعملي كده؟ فطبعا برضو اضطريت امشيها لاني مش هعرف اديها الامان تاني. اللي قبلهم خالص بقى اللي انا كنت لسه متجوزه، دي بقى شرطت عليا انها لازم تتغدى كل مره تيجي لي فيها البيت. لدرجه مره الساعه 12 بالليل كنت قاعده بطبخ، فجي جوزي بيقول لي انت بتطبخي دلوقتي ليه؟ فبقول له علشان بكره الست اللي بتساعدني في البيت جايه، فانا لازم اغديها ولازم الاكل يبقى جاهز من بالليل. هو انا كده كده لو عامله اكل بحط لك منه، مش عامله مش اجباري ان انا اطبخ لك مخصوص واعمل لك اكل مخصوص. هي بقى كانت بتفرض عليا الموضوع ده، فكان ارهاق عليا بصراحه ولود فظيع، فمشيتها. معاناه يا جماعه، صعبت عليكم ولا لا؟